بسم الله الرحمن الرحيم. لو فاكرين يا جماعة كنت عامل قدامكم فيديو عن النعناع، كنت عامله بطريقتين. كنت أول طريقة كنت فحر هنا، وكنت حاطط الجذور بتاعة النعناع، يعني كنت مرقدة كده وكنت رادم عليها. ده أول طريقة يا جماعة. وتاني طريقة كنت عاملها اللي أنا كنت جايب نعناع وكنت موقفه زي كده، وكنت زرعه يعني واقف تمام كده. طبعا يا جماعة اللي عايز يشاهد الفيديو يشاهده. طبعا عنوان الفيديو كان طريقة زراعة النعناع بطريقتين تمام كده اهوت يا جماعة. بس يا جماعة اهوت النعناع اللي هو كان واقف، اللي هو كان مزروع يعني هو واقف يعني تمام. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. النص اللي هو كان مزروع يعني هو واقف، بسم الله ما شاء الله اهوت. والنص التاني اهوت يا جماعة لسه بادئة تطلع، مش عارف الجذور كانت غايبة عندي يا جماعة يومين، فعشان كده غابت شوية عقبال ما دق دهيت. لسه أول مرة يا جماعة، لسه بادئة تدق اهيت. ده يا جماعة النص ده بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعة أنا واحد من الناس بحب النعناع جدا. النعناع هنا طالع على فكرة يا جماعة. النعناع ده كمان هنقص منه، يعني مش دي أول بطن، لا يا جماعة دي تاني بطن كمان، بسم الله ما شاء الله. وهنا كده يا جماعة زرع هنا كمان نعناع اهوت. ده يا جماعة لسه ما خدتش منه خالص، يعني المنظر ده كده لسه يا جماعة. دي لسه أول بطن، خليتها كده تكبر كده بسم الله ما شاء الله. انا كده اصلا باخد من ديت ومخلي ديت تكبر كده منظر، وكده ان شاء الله هاخد منها. بس انا كده طالما عندي بسحب، يبقى اخلي ديت منظر عندي في على السطح كده. وعندي ده برضو اهوت. وعندي هنا كمان اهوت. ده برضو لسه ما قصتش منه خالص. طبعا يا جماعة بصراحة انا بعد يا جماعة ما زرعت هنا، الطريقتين اللي هي الطريقة اللي هي اللي بتاخد الجذور وتنيمها تمام كده وتردم عليها، والطريقة التانية بتزرع النعناع وهو واقف. بصراحة يا جماعة بعد ما زرعت الطريقتين، الطريقة يا جماعة اللي بتنجح أكتر يعني هي الطريقة يا جماعة اللي بتوقف العود، توقف العود كده اهوت وتردم حواليه وبتخليه واقف. بصراحة يا جماعة دي الطريقة اللي بتخلي العود يخضر بسرعة. أنا زرعت دي وزرعت ديت بحيث أشوف أنهم اللي هتنفع معايا. بصراحة اللي نفعت معايا واخضر بسرعة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اهوت. اللي عايز يشوف الفيديو كمان يا جماعة يشوفوا أنا عشان خاطر يعني اهوت. هشوف الفيديو يا جماعة، يعني دوبك مش عارف الفيديو اللي فات تقريبا او الفيديو اللي قبله، طريقة زراعة النعناع بطريقتين اهوت. بصراحة يا جماعة وطلعت حواليها كمان بسم الله ما شاء الله يعني. دلوقتي يا جماعة هسيبكم من النعناع واوريكم حاجة تانية. عاوز اوريكم يا جماعة هنا كده بطاطا يا جماعة. ديت يا جماعة بطاطا هيت بسم الله ما شاء الله. مش عارف اسمها ايه بصراحة، بس هي اسمها يعني اسمها غريب شوية كده. بس بصراحة يا جماعة النوع ده من البطاطا بسم الله ما شاء الله الواحدة بتطلع يعني حوالي كده عن 5 6 بسم الله ما شاء الله. يعني ده نوع غريب كده. الكيلو منه غالي شوية ومسكرة يعني وكويسة. النوع ده اصلا غالي وكويس، بس مش عارف بصراحة اسمه ايه هو يا جماعة. طبعا دي شتلة يا جماعة. البطاطا ديت شتلة. دي طبعا كنت زارعها من قيمة يعني اسبوع كده يا جماعة. هي البطاطا ديت عمر اسبوع. فطبعا انا لما الزرع 2 بس. واحد صاحبي طبعا انتوا كلكم عارفين ان انا ما عنديش ارض، واحد صاحبي كان بيزرع فهو يعني طلبت منه شوية فادهم لي يعني. فيعني خدت منه شوية فزرعت في كل حاجة من دي كده يعني اتنينات كده يا جماعة. اهوت برضك عشان خاطر برضك الحاجة برضك ما تبصي اهوت يا جماعة. سمكها يا جماعة برضك ده حاجات يا جماعة كبيرة عشان برضك الحاجة برضك ما تبص مني، متقعدش مثلا الحاجة ديت يا جماعة تقعد عندي 100 يوم
او 120 يوم عقبال ما تطرح. بطاطا اهيت يا جماعة، اهيت كمان بسم الله ما شاء الله. زرعتها يا جماعة وكلها دقت. زرعت هنا 4 في القصيصة، زرعت فيها 4. ده يا جماعة عمر 20 يوم. ديت يا جماعة صغيرة كده، لأنها أنا أصلا كنت زارعها كانت صغيرة جدا، فهي كده كبرت بسم الله ما شاء الله. كله دق، مفيش حاجة مثلا ماتت ولا في حاجة حصل لها أي حاجة. نيجي هنا يا جماعة برضو اهوت، دي برضو دقت اهيت. دي اتنين مع بعض، اتنين مع بعض بس جدر واحد. وديت برضو اتنين برضو لوحدهم اهمت، لا 3 بس. ديت بسم الله ما شاء الله يعني شدة حلوة شوية اهيت. وديت يا جماعة 1 2 1 2 3. وهنا يا جماعة هنا اهيت اللوفة يا جماعة اللي انا كنت ناقلها قدامكم، عشان خاطر كنت قايل لكم يا جماعة. كنت عامل قدامكم الفيديو اللي عدت طريقة نقل اللوف من قصيص لقصيص اخر، وان اللوف يا جماعة لازم تنقله بطريقة معينة علشان خاطر ما يبص. وان اللوف عادي ممكن تنقله مش هيحصل له حاجة، بس تنقله بطريقة معينة عشان خاطر ما يبص. انصحكم يا جماعة ان انتوا تروحوا تشاهدوا الفيديو اللي عدى بتاع اللوف. بسم الله ما شاء الله يا جماعة اهوت اللوف اهيت. طبعا يا جماعة انا زرعتها هنا ومش هيحصل لها اي حاجة ان شاء الله، لان طبعا طبعا يا جماعة البطاطا ديت ان شاء الله 3 شهور باذن الله، وهشيلها ان شاء الله. يعني هتكون طلعت محصول. طبعا البطاطا بتطلع محصول في الارض. هتكون ال3 شهور دولت هيكون اللوفة لسه ما مددتش قوي. هيكون كمان البطاطا يعني هشيلها. حتى اللوفة هسيبها في القصيص لوحدها تاخد راحتها. تمام. كمان هنا اهوت يا جماعة 1 2 3. بسم الله ما شاء الله شد حيلها اكتر واحدة ديت. في كمان واحدة اهيت. بطاطا زراعة الاسطح يا جماعة، يعني لو انت مثلا ما عندكش ارض ممكن تزرع على السطح مثلا شوية جرجير، ازرع خضرة. ممكن تزرع بطاطا برضك. ممكن لو استفدت مثلا تعرف تجيب مثلا تراب من اي مكان، من واحد جارك ولا اي حاجة، تشتري شوية بلاستيك ولا تشتري اي حاجة. ممكن تزرع مثلا شجرة، ممكن تزرع شجرة عنب. الجدر بتاعها مش كبير قوي، وممكن تعمل لها تكعيبة تقعد تحتها يبقى شكلها جميل جدا. يبقى انت برضك استفدت برضك بالسطح بتاعك. يعني برضك حاول على قدر الامكان اللي انت تستفيد بالسطح بتاعك. ازرع اي حاجة، ازرع لوف، ازرع اي حاجة عندك. ازرع خضرة، ازرع بصل، حتى شتلة وازرعها. حتى شتلة بصل وشتلة ازرع شتلة فلفل، شتلة شطة، شتلة باذنجان. يعني لا تيأس، ما تيأس من اي حاجة طالما انت عندك السطح واسع. حاول تستفيد بيه بأي حاجة. يعني الشتلات دي كلها يا جماعة ما بتاخدش مساحة كبيرة. تمام. هي عايزة بس ممكن تكون مثلا السمك مثلا بتاعها 20 سنتي بس اللي تحت. تمام. وتزرع مثلا في كل صفيحة مثلا عرضها وطولها مثلا كده 10 سنتي في 10 سنتي، وتزرع في كل صفيحة واحدة. يعني مثلا في جردل زي ده لو انت مثلا عندك شتلة وعايز تزرعها، ممكن مثلا تزرع فيه 2، تزرع فيه شتلتين، واحدة هنا كده والتانية هنا كده. هيبقى المنظر حلو، ويبقى انت كده برضك استفدت. وان شاء الله برضك هتطلع مع شوية كيماوي ممكن برضك تشتريهم برضك بالكيلو. في كل حاجة موجودة يا جماعة، في كل حاجة موجودة. بس كده يا جماعة. انا بس يا جماعة في الفيديو ده يعني حبيت اوريت لكم، حاجات بسيطة كده. وان اللوف ان انت ممكن تنقله من مكان لمكان تاني. ماشي. بس كده يا جماعة. وبكده يا جماعة اكون وصلت معاكم لنهاية حلقة النهاردة. بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم اللي استفاد من الفيديو بتاعي وشاف ان الفيديو بتاعي يعني استفاد منه بأي حاجة يعني،
وحاول يا جماعة اللي عايز يشوف حركة اللوف اللي هي طريقة نقلها من قصيص لقصيص آخر يتفرج على على الفيديو اللي عدى ويقول لي برضك ايه رأيه. بس كده يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.